في الحلقة دي من مسلسل حمدية بيحصل حدث مهم جدا محدش كان متوقعه. بعد سنين طويلة من الفراق، حمدية بتتفاجئ بحاجة تقلب حياتها بالكامل. القصة بتبدأ لما حمدية تسافر مع جوزها سعدي لمدينة بغداد، وده بعد ما قال لها إنهم ممكن يقابلوا حد من أهلها أو يعرفوا أخبار عنهم هناك. حمدية كانت طول الطريق حاسة بتوتر كبير وخوف واضح، لأنها ما كانتش متوقعة اللي ممكن يحصل. وهم ماشيين في الشارع، فجأة بيحصل صوت وضجة قدام بيت أم محمد. الصوت ده بيخلي أم محمد تفتح الباب علشان تشوف فيه إيه. في اللحظة دي بيظهر شخص واقف قدام البيت، وبيبدأ ينادي على حمدية باسمها القديم حمامة. أول ما سمعت الاسم ده، حمدية اتجمدت مكانها. الاسم ده محدش بيناديها بيه غير حد من عيلتها. قربت بحذر علشان تشوف مين اللي بينادي عليها، وفجأة اتفاجئت بشخص واقف قدامها وهو مصاب في إيده. الشخص ده كان كريم، أخوها اللي كانت فاكرة إنه مات أو استشهد من سنين. المفاجأة كانت أكبر من إنها تستوعبها في اللحظة دي. حمدية بصت له بذهول، وبعد لحظات الدنيا لفت بيها ووقعت على الأرض مغشي عليها من شدة الصدمة. بعد ما حمدية فقدت الوعي، الدنيا حوالين المكان اتقلبت. سعدي جوزها ما كانش فاهم أي حاجة من اللي بتحصل، لكنه شاف راجل غريب بينادي مراته باسم مختلف، فجري عليه على طول ومسكه من هدومه. سعدي كان في قمة غضبه وفضل يسأله بعصبية: انت تعرف مراتي منين وبتناديها بالاسم ده ليه؟ في اللحظة دي كان كريم بيحاول يشرح الموقف وهو متألم من الإصابة اللي في إيده، لكنه قال جملة خلت الكل يتصدم. قال بصوت مليان دموع: دي أختي حمامة. الكلمات دي خلت الموقف يتغير فجأة. حمدية بدأت تفوق بالعافية، وكانت بتفتح عينيها بصعوبة. أول صوت سمعته كان صوت كريم وهو بيقول إنه أخوها. بمجرد ما ركزت وبصت قدامها، شافت كريم واقف قدامها فعلا بعد كل السنين دي. اللحظة كانت مؤثرة جدا، وكريم نفسه ما قدرش يتمالك دموعه وهو بيقول لها: ليه سبتي كل السنين دي يا حمانة؟ المشهد كله كان مليان بكاء وصراخ، والأولاد اللي كانوا قريبين من المكان بدأوا يتجمعوا حواليهم وهم مش فاهمين اللي بيحصل. في الوقت ده خرج أولاد أبو محمد من البيت بعد ما سمعوا الصوت العالي اللي في الشارع، وبعدهم خرجت أم محمد علشان تشوف سبب الدوشة. أول ما شافت حمدية واقفة جنب الراجل الغريب وسعدي موجود معاهم، استغربت جدا، وبصوت عالي سألتها: انت واقفة مع مين وجوزك واقف كده ليه؟ الموقف كله كان باين إنه هيعمل مشكلة كبيرة. حمدية كانت لسه تحت تأثير الصدمة، لكنها حاولت تشرح بسرعة وقالت لهم إن الراجل ده أخوها. الكلام ده خلى أم محمد تتفاجئ أكتر، لأنها طول السنين اللي فاتت ما سمعتش من حمدية أي كلام عن أهلها أو إن عندها أخ. سألتها باستغراب: إزاي أخوكي؟ وإمتى كان عندك أخ وإحنا ما نعرفش؟ حمدية نفسها كانت مش مصدقة اللي حصل. كانت بتبص لكريم وكأنها بتتأكد إنه حقيقي قدامها مش مجرد حلم. في نفس الوقت كان سعدي واقف على جنب حاطط إيده على راسه، واضح عليه الضيق الشديد لأنه لسه مش فاهم الحقيقة كاملة. بسبب التجمع الكبير في الشارع، قررت أم محمد إنهم يدخلوا البيت علشان يفهموا الموضوع بعيد عن الناس. دخلوا كلهم بيت أبو محمد، لكن الجو كان متوتر جدا. كريم كان واقف متردد يدخل لأنه حاسس بالحرج من الموقف كله. أم محمد طلبت من سعد يدخل هو كمان علشان يسمع القصة كاملة، ورغم عصبيته دخل وجلس معاهم علشان يعرف الحقيقة. أم محمد بدأت تسأل حمدية مباشرة: كل السنين دي عايشة معانا وما قلتيش إن عندك أخ أو أهل؟ حمدية ما قدرتش ترد في الأول لأنها كانت بتعيط بشدة. كريم هو كمان كان ساكت ومكسوف يتكلم. بعد شوية لما هديت قليلا، حمدية قامت وراحت لسعدي مقبلت راسه قدام الكل كنوع من الاعتذار ومحاولة تهدئة الموقف. بعدها طلبت من كريم إنه يسلم على سعدي لأنه جوزها. كريم فعلا قام وسلم عليه، لكن سعدي كان واضح عليه إنه لسه متضايق جدا ومردش التحية بنفس الترحيب. الموقف داخل البيت كان صعب جدا، الكل مستني حمدية تحكي الحقيقة. أم محمد كانت تضغط عليها بالكلام وتسألها: إيه الحكاية اللي مخبياها كل السنين دي؟ حمدية كانت خايفة جدا تتكلم، لأنها كانت عارفة إن الحقيقة ممكن تسبب لها مشاكل كبيرة. كانت خايفة حد يعرف أسرار من ماضيها أو يتسبب ده في ضياع بنتها منها. لكنها حاولت تدافع عن نفسها قدامهم. راحت جلست عند قدم أم محمد وباست إيدها وهي بتقول لها إنها من أول يوم دخلت البيت ده وهي اعتبرتهم أهلها.
محمد ردت عليها بحدة وقالت لها إن الكلام ده مش كفاية ولازم تحكي الحقيقة. ساعتها بدأت تسألهم سؤال مهم: هل في يوم شفتوا مني حاجة وحشة من ساعة ما عشت معاكم؟ الكل اعترف إنهم عمرهم ما شافوا منها تصرف سيء، وإنها كانت دايما محترمة وملتزمة في البيت. الكلام ده خلاها تحس بشوية طمأنينة، لكنها لسه خايفة من رد فعل سعدي. بعد الكلام الطويل، حمدية قررت تحاول تثبت الحقيقة قدام الجميع، خصوصا قدام أخوها كريم اللي كان واقف صامت طول الوقت. بدأت تحكي لهم إن أبوها راجل معروف واسمه حاتم المسعودي، وإن عائلتهم معروفة بالفعل، لكن سعدي كان لسه محتاج دليل يثبت الكلام ده. في اللحظة دي كريم أخرج بطاقة هويته من جيبه وقدمها لسعدي علشان يتأكد من الاسم واسم الأب والجد. سعدي أخذ البطاقة وبدأ يقرأ الأسماء بعناية، وبعد ما قارنها بالكلام اللي قالته حمدية بدأ يهدأ قليلا، لأنه لاحظ أن المعلومات كلها متطابقة. اللحظة دي كانت بداية تغير كبير في الموقف، لكن التوتر ما اختفاش بالكامل. الجميع كان منتظر يعرف باقي القصة، وكيف افترق الأخ عن أخته كل السنين دي. وهنا تنتهي أحداث الجزء ده، لكن الحلقة الجاية هتكشف تفاصيل أكبر عن ماضي حمدية وعلاقتها بأهلها بعد كل السنين دي.